بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وجميع صحبه والتابعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع والأخير في قراءة كتاب أوجز السير لخير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من تأليف الإمام أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي رحمه الله، إلى أن قال: وأما رفقاؤه النجباء فعلي وأبناؤه وحمزة وجعفر وأبو بكر وعمر وأبو ذر والمقداد وسلمان الفارسي وحذيفة وابن مسعود وعمار بن ياسر وبلال، ومن كان يضرب أعناق الكفار بين يديه علي والزبير ومحمد بن مسلمة وعاصم بن أبي الأقلح والمقداد. وحرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر حين نام في العريش سعد بن معاذ وذكوان بن عبد قيس، وحرسه بأحد محمد بن مسلمة الأنصاري، وحرسه يوم الخندق الزبير بن العوام، وكان عباد بن بشر يلي حراسته، وحرسه سعد بن أبي وقاص، وحرسه ليلة بنا بصفية وهو بخيبر أبو أيوب الأنصاري، وحرسه بلال بوادي القرى. فلما نزل قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، ترك صلى الله عليه وآله وسلم الحرس. وكان سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذا الفقار، وكان سيفا أصابه يوم بدر، وكان له سيف ورثه من أبيه، وأعطاه سعد بن عبادة سيفا يقال له العضب، وأصاب من سلاح بني قينقاع سيفا قلعيا يقال له البتار واللخيف، وكان له المخذم والرسوب، فكانت 8 أسياف. وأصاب من سلاح بني قينقاع 3 أرماح، وكان له سواها رمح يقال له المتثني، وكانت له عنزة، وكان له محجن ومحضرة تسمى العرجون، وقضيب يسمى الممشوق، وكانت له منطقة من أديم مبشور فيها 3 حلق من فضة، والإبزيم من فضة، والطرف من فضة. وكانت له من الدروع ذات الفضول ودرعان أصابهما من بني قينقاع، يقال لإحداهما السعدية، ويقال كانت عنده درع داود صلى الله عليه وآله وسلم التي لبسها لما قتل جالوت. وكانت له قوس من شوحة تسمى الروحاء، وقوس من شوحة تدعى البيضاء، وقوس من نبع تدعى الصفراء، وقوس تدعى الكتوم، وكانت له الجعبة تدعى الكافور. ويقال إن رجلا أهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ترسا عليه تمثال عقاب، فوضع صلى الله عليه وآله وسلم يده عليه فأذهب الله عز وجل ذلك التمثال. وكانت له راية سوداء مخملة يقال لها العقاب، وكان لواؤه أبيض، وكان له مغفر يقال له السبوغ. ويقال كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفراس منها الورد أهداه له تميم الداري، ومنها الضرب، ومنها السكب. وكان أول فرس ملكه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان له فرس يقال له المرتجز، وكانت له بغلة يقال لها دلدل، وهي أول بغلة ركبت في الإسلام، وكان له حمار يقال له عفير، وكانت له من النوق العضباء والقصواء، وكانت لقحة، وكانت له البغوم، وكانت له 100 من الغنم. ويقال ترك يوم مات 2 حبرة وإزارا عمانيان وثوبين صحاريين وقميصا سحوليا وجبة يمنية وخميصة وكساء أبيض وقلانس صغارا لاطية 3 أو 4 وإزارا طوله 5 أشبار وملحفة مورسة. وكان يلبس يوم الجمعة برده الأحمر ويعتم، وكان له ربعة فيها مرآة ومشطعاج ومكحلة ومقراض وسواك، وكان له قدح مضبب ب3 ضبات فضة، وتور من حجارة يقال له المخضب، ومخضب من شبه، وقدح من زجاج، ومغسل من صفر وقصعة.
وكان له صلى الله عليه وآله وسلم سرير وقطيفة. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية. وأنه قال: أطيب الطيب المسك. وكان يتبخر بالعود ويطرح معه الكافور. وكان له فيما يروى خاتم من حديد ملوي بفضة، وكان نقشه محمد رسول الله. وأهدى له النجاشي خفين أسودين ساذجين فلبسهما صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أوجز ما أمكن من حديث مولده ومبعثه وأحواله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، وحشرنا في زمرته آمين يا رب العالمين.